هي ايه أول لغة اتكلم بيها البشر؟ في سنة من السنين البعيدة وفي قلب قصر في مصر القديمة، الملك بسمتيك التاني كان قاعد على عرش من ذهب. كانت عينه بتلمع بفضول مرعب، وكان بيسأل نفسه سؤال بسيط: يا ترى أول لغة اتكلم بيها البشر كانت ايه؟ أول كلمة اتقالت، أول حرف خرج. والملك ما اكتفاش بالتخمين، هو قرر يجرب ويعرف بنفسه. خد مجموعة من الأطفال اللي كانوا لسه مولودين، خدهم من أمهاتهم وحطهم في قصر ومعزولين عن كل البشر، وأمر الحراس والخدم بأمر غريب: محدش ينطق بكلمة قدامهم، ولا حتى همسة، ولا يبان لهم أي مشاعر. الأطفال كبروا وسط صمت قاطع، مفيش أي كلمة بشرية، مفيش ضحكة، مفيش حضن، مفيش أي حاجة تحسسهم إن هم بشر. كانوا بيسمعوا بس أصوات الريح، وصوت المية وهي بتتحرك في نافورة القصر، وأصوات الطيور جاية من بعيد. ولكن جوه عقولهم الفراغ كان بيكبر، الوحدة حرفيا كانت بتاكل أرواحهم. الملك كان بيزورهم كل فترة ويراقب من بعيد، ومستني اللحظة اللي واحد فيهم هينطق بحرف. وبعد شهور من الانتظار جات اللحظة اللي كان مستنيها. طفل صغير بص حواليه وبص للملك وفتح بقه وقال: بيكوس.